الحياة قصة. كل واحد فينا حياته عبارة عن مجموعة من القصص. علشان كده أنا بحب كل أنواع القصص. ولو أنت مهتم بالقصص وعارف أهميتها، هطلب منك لايك يساعد في انتشار المحتوى، لأن تشجيعك ليا بالنسبة لي شيء مهم. وياريت تكتب تعليق بنوع القصص اللي أنت بتحبها. ويلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة. جمهورية العصافير دولة عجيبة موجودة في كل مكان. مفيش حتة أرض إلا لما تلاقي فيها عصافير. السما مليانة والأرض كمان مليانة. الصبح تخرج من العشوش بتاعتها، مين اللي بينادي عليها؟ مين اللي بيصحيها؟ في لحظة واحدة تلاقي كلهم يطلعوا للشغل، ما تلاقيش واحد كسلان. الكل بيجري على أكل عيشه، على رزقه. مفيش واحد يقولك أصل أنا ماليش مزاج النهاردة أو تعبان وعايز أرتاح. وفي يوم من الأيام عصفور قال لأبوه: إحنا أحسن المخلوقات. هز العصفور الكبير رأسه وقال: يا ابني ده شرف كبير، بس في مخلوق بيقول عن نفسه كده. المخلوق ده الإنسان. إيه يا بابا؟ الإنسان اللي كل يوم يحدفنا بالطوب ده أحسن المخلوقات؟ أسعد مننا؟ ممكن يكون أحسن مننا بس مش أسعد مننا، لأنه جواه شوكة دايما بتعذبه اسمها الجشع. دي حاجة انت ما تعرفهاش، ما بتخليهوش يشبع أبدا. احنا بنشبع بس هو ما بيعرفش غير الجوع. احنا بنشتغل ونتعب، هو عايز الرزق من غير تعب. يستغل أخوه الإنسان علشان يشتغل بدل منه، وهو يمدد على فراشه لغاية اليوم ما يخلص. حتى ممكن إن هو ما يشوفش الشمس. بس علشان تفهم كلامي لازم تشوف بنفسك. لما تشوف إنسان قول لي، أنا هوريك هيعمل إيه، هتفهم يعني إيه جشع. بعد وقت قليل جه راجل كان شكله غلبان. صاح العصفور الصغير على أبيه: يا أبي يا أبي، إنسان إنسان. طيب يا ابني استنى وشوف أنا هعمل فيه إيه. شوف واتفرج على اللي هيحصل. نزل العصفور جنب الراجل مسك العصفور وهو فرحان قوي وخايف انه يطير منه. قال له: انت عايز تعمل فيا ايه؟ قال له: انا عايز اكلك. تاكل ايه يا عم؟ مش هشبعك، عندي حاجة احسن من كده، حاجة هتنفعك في حياتك كلها. 3 حكم. هقولك الحكمة الاولى وانا في ايديك، والتانية لو سبتني، وهقولك الحكمة التالتة وانا على الشجرة. وافق الانسان وقال له: قول لي الحكمة الاولى. قال له: الحكمة الاولى لا تندم على ما فاتك. كلام جميل. طيب قول لي الحكمة التانية. قال له: لا. قال له: سيبني الأول على حسب الاتفاق. سابه. قال له: لا تصدق ما لا يمكن أن يكون. بعد كده طار لغاية ما وصل أعلى الشجرة وقال له: أيها الإنسان المغفل، لو كنت ذبحتني كنت هتلاقي لؤلؤة جوايا كبيرة وزنها أكتر من ربع كيلو. عض الرجل على شفتيه من الغيظ، افتكر وقال له: ايه؟ اديني الحكمة التالتة. ضحك العصفور ساخرا وقال له: ايها الانسان الطماع، الجشع خلاك تنسى الحكمة الاولى والتانية. انا قلت لك لا تندم على ما فاتك ولا تصدق ما لا يمكن ان يكون. ازاي صدقت ان معايا لؤلؤة وزنها ربع كيلو وانا لحمي وريشي وعظمي اقل من كده بكتير؟ كان منظر الراجل مضحك قوي. عصفور صغير استطاع ان يتلاعب بعقل هذا الانسان الكبير بسبب الطمع والجشع. التفت وهو يراقب حركات الرجل. أنا مش عارف أضحك من تصرفات بني آدم ولا أبكي عليه. الجشع شوكة ممكن تقضي على أي بني آدم. الحمد لله إن إحنا ما عندناش الجشع ولا الطمع